لا مفيش حاجه اسمها اشرب كام لتر، انا ما بشربش ميه على قد ما بقدر، كل فين وفين اشرب ميه. الميه شربها بيعطل جسمك اكنك لسه واكل عادي، فتره اقل، يعني بيشغل الانسولين نص ساعه وبس، غير مثلا اما تاكل حاجه فيها رز هيشغل الانسولين فتره اطول، ماشي. لو غير اما تاكل حاجه فيها توست او العيش اللي احنا بناكله فهيشغل اكتر. خلي بالك تناقضات برضه، انا قلت لك تناقض الميه، يعني انت بتيجي تقول لي اشرب ميه بكثره، وما يحصل الكبد او يجي لك الكلى او يجي لك القلب وقف شرب ميه. الله، يعني الميه خطر؟ ايوه، ما خطر على الناس دي عشان عندها المشاكل دي. ايوه يا بيه، يعني الميه معنى كده ان انا حتى لو بني ادم طبيعي بتعمل لود على القلب وبتعمل لود على الكليه وبتعمل لود على الكبد طب بتشربني ابوها ليه بقى في العادي؟ يقول لك لا عشان جفاف. طب وانا عندي الكلى مش هيجي لي جفاف؟ يعني انت عايز مني ايه وانا عندي القلب مش هيجي لي جفاف؟ ما نفس القصه، انت بتمنعوا عني الميه ليه بعد شويه بقى اما يجي لي الكلى؟ يقول لك لا اصل انت الكلى باظت، ما تصرف ميه ازاي؟ يعني انت بتعمل اللود وعارف ان في كليه هتنزلها، طب الكليه حصل لها مشكله، يقول لك لا وقف بقى الميه. وبقى سلمني على الدكتور مروان. الدكتور مروان وصى هو و7 تانيين ان الميه شربها مفيد. دكتور مروان، ودكتور مروان طبعا من الناس اللي يعني كلمتها ما نقدرش نكسرها. مروان قال لنا نشرب 3 لتر وفي الحر نشرب 5 لتر ميه. انا شفت واحده من كام يوم جت في قناه CBC مع مذيعه، والمذيعه ترفع لها حواجبها تقول لها ياه، لا طبعا الميه احنا يا جماعه الميه هو الحل الوحيد لترطيب البشره، هو السبب الوحيد لترطيب حواجبك، هو السبب الوحيد لترطيب شفايفك. ايه ده؟ وبننسى نشرب ميه. كلمه في منتهى الاستفزاز، يعني كلمه في منتهى الاستفزاز. انت عايز تقنعني ان انت تعرف اكتر من دماغي؟ يعني حضرتك انت تقلص العضلات ده بياكل دي يا استاذه على طول، ده بيلخبط، ما بياكلش الاكل بتاعي يا استاذه ريكا شيكو. تقلص العضلات ده انسولين والله. فهما انت تشرب ميه من هنا وتموت بقى ليه؟ لان الميه بتخش الخلايا من غير استئذان. يعني كلام الميه داخله جوه خلايا دماغك وخلايا كبدك تفاجئها. طب انا هقول لك على حاجه غريبه قوي، مش انا قلت لك قبل كده ان انت لو شربت سكر وحقنت سكر في نفس الكميه في الشرب والاكل، قصدي والحقن، الانسولين والهرمونات تطلع اكتر مع الشرب؟ يعني تطلع 3 اضعاف مع شرب نفس كميه السكر، الهرمونات تطلع مع الشرب. ولو حقنت احماض امينيه في دراعك وشربتها لك يطلع برضو انسولين اكتر 3 اضعاف مع الاحماض الامينيه اللي اتشربت، صح؟ طب اقول لك بقى مفاجاه، ان انت حتى لو شربت ميه بتطلع انسولين. يعني انت لو شربت ميه حاف من غير اي نيوترينت، من غير اي مواد غذائيه، ميه من الحنفيه، بتوقف الانسولين. قال لك وبتوقفه فتره مش طويله بس بتوقفه. والدليل ايه؟ انها بتخلي الاحماض الدهنيه في الدم تقل، يعني بتوقف عمليه تكسير الدهون اول ما بتشرب ميه. عشان كده الميه اثناء ساعات صيامك كتير والمشروبات حتى، عشان كده زمان يقول لك انا عندي بلاتو، انا ما بشربش وما باكلش غير وبشرب بس ميه. رجيم الميه بيجي عند وقت ويقف خالص. ليه؟ هي كده الميه اول ما بتخش تقوم موقفه تكسير الدهون ومطلعه انسولين،